السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو. يا رب تكونوا في احسن حال. عملت ايه؟ صحيت بدري، اخدت دش وبعد كده صليت وصحيت البنات، عملنا سندوتشات ونزلنا الحضانة، وكمان رجعت عملت القهوة والساندوتش ده وقلت هقعد اشربهم في روقان. لكن الحظ لم يحالفني هذه المرة، وكان استاذ صالح بجواري يسمعني المزيكا الصباحية بتاعته او التتر الصباح، مش عارفه والله يتقال نشيد ولا يتقال ايه بالظبط. بس ربنا يهديه ويبارك فيه ويخليهولي يا رب، ويبارك في اولادكم وفي اعماركم، ويا رب ينولكم كل اللي بتتمنوه في بدايه سنه جديده. يا لهوي يا ولاد، العمر بيجري بشكل. انا السنه اللي انا هقفلها في بدايه السنه الجديده دي، انا كنت فاكره ان في حياتي مش هوصل للسن ده. يعني لما كنت ببص للبنات الاكبر، هو انا هبقى زيك؟ هو انا هبقى في سنك؟ لا لا لا, لا، مش هوصل انا للسن ده. فاكره الموضوع بعيد ومستحيل، يا لهوي. فمن هنا، من خبرتي الضئيلة الصغيرة، نصيحة لوجه الله لكل ست بيت معانا: خدي بالك يا ست الكل. كلمتين بس حرفيا بدروس كتير. فالكلمتين دول خلاصة تجارب كتير وحكايات كتير سمعتها وحاجات شفتها بتحصل قدامي. اتمسكي ببيتك، اتمسكي ببيتك على قد ما تقدري. لا فيكي حيل ولا صحة ولا عمر تفتحي بيت جديد، ولا يكونش فاكرة بيت ابوكي اللي سهليكي مكان فيه. ما تبقيش طيبة زيادة عن اللزوم، مهما كنتي خفيفة برضو تقيلة. كفاية الهم اللي هتسحبيه في ديلك وانتي راجعة بيت ابوكي. اللي ما صدقوا فضوا مكان لغيرك، وحتى لو في مكان برضه هتحسي انك غريبة، وخصوصا لو اخواتك لسه موجودين يحسوا انك زحماهم في بيتهم، وهيتضايقوا منك ومن عيالك. عيالك ابوهم اولى بيهم، وبيتهم هو اللي هيستحملهم. عشان كده بقولك بيتك امسكي فيه بايديكي واسنانك، صلحيه واعدليه وابنيه. البنية مش بس هنا الحيطان والبلاط، لا، البنية بنية صالحة بالحب والعشرة والاحترام. معلش استحملي سخافات جوزك شوية، ما هو لو رجعتي بيت ابوكي ياما هتستحملي. برضو عاملي جوزك برفق ولين، ومع الوقت الحنية قادرة تغير اي حاجة. اوعي تكوني فاكرة لما تراقبي جوزك وتدوري وراه تبقي كده بتحمي بيتك. لا، صدقيني، لا عاوز يخون هيخون مهما تعملي. مش هتقدري تغيري الكون ولا تقدري تغيري طبعه. فاعملي نفسك مش واخدة بالك علشان الحياة تمشي، والفترة دي بإذن الله هتعدي ويفوق منها ما هي إلا رجالة اتهبلت بس عشان الستات اللي مش بيخافوا من ربنا بيعرضوا نفسهم على النت. ادعي له وادعي لنفسك، وانتي بنت اصول يا قمر، واحفظي بيتك. والمهم انك تحفظي نفسك، دينك وولادك وصحتك، وخلي بالك من نفسك ثم نفسك ومستقبلك وعقلك ونفسك ونفسك ونفسك. اوعي تقولي اشمعنى هو وانا اعمل زيه، انا هخاف ليه؟ لا، انتي احسن، خافي من ربنا، فهماني؟ المهم نفسك اولا واخيرا في تقوى الله، علشان ربنا يبارك لك في ولادك. لان زوجك ولا اهلي ولا اهلك ولا المجتمع ولا اي حد هينفعك. اللعبه دي كلها بتكون انك تسدي ودانك وخلاص لحد ما يفوت يعني تفوت الوقت اللي هو طايش فيه ده، او الغيبوبه دي. غيبوبه معاصي، حاجه زي محطه في عمره كده، زي المراهقه، وهتمشي وهتعدي ان شاء الله. بمبدأ اعملي الصح وامشي عدل يحتار عدوك فيكي. خدي بالك من اولادك، حافظي على بيتك علشان خاطرهم، وجزاكي هتلاقيه عند ربنا ان شاء الله. ما تقوليش ان انتي تعملي خير وتلاقيه في البحر هيطلعوا زي ابوهم، لا. اولادك هتزرعي زرعه طيبه هتطلع زرعه طيبه. علشان كده افتكري قبل ما تهدي بيتك، افتكري ان لازم تكون فيكي صحه ومعاكي فلوس انك تبني بيت جديد، وعندك وظيفه قادره تصرف عليكي انتي وعيالك، قادره تحميكي وتقفي في وش التيار. هتعدي على محن كتير، وهتعدي على ظروف ومطبات حرفيا هتشقلبك. بس خليكي عارفة انك هتقدري تربي ولادك لوحدك. هتاخدي بالك لانك مجرد ما تخلعي واحدة تانية هتتحط مكانك، وساعتها لا هيكون عنده وقت ولا فلوس لولادك. الحياة مش راجل بس لوحده، الحياة فيها اشياء كتير، حاجات كتيرة جدا. الاشياء دي جت معايا كده حلوة. بصي لولادك بالدنيا وما فيها، اتعلمي وثقفي نفسك. العلم اقوى سلاح. التعليم مهما كانت بالنسبة لك حتة شهادة كده فيها تقدير تحط على الحيطة، العلم قوة، حياة، مستقبل. باب بيفتح لك 1000 باب، بيفتح لك عالم مليان تفاصيل. ممكن تختاري تفصيلة واحدة تعمل لك كيان لوحدك. لو ما كانش هيفتح لك دلوقتي صدقيني هيجيلك وقت ويتفتح لك، بس خليكي دايما مستعدة. محدش عارف اللي جاي فيه ايه، ولا الفرصة هتيجي ازاي او بشكل ايه. واسمعيني كويس، اياكي تركزي على اصلاح اللي حواليكي قبل ما تصلحي نفسك. شوفي الناقص عندك فين وكمليه. عقلك نميه،
بيتك عمريه، ولادك صاحبيهم، جوزك خفي عليه، خفي على ودانه وخفي زن، وافردي بوزك وعامليه زي ايام الخطوبه، فاكراها؟ حماتك خفه عم وحاضر بتريح. يعني بصي ريحي دماغك، كلمه الطيبه بتعدي المركب بتمشيها. ولادك مش تفكريش تحرمي ولادك من ابوهم ولا جوزك منهم. عيشه تعيشي مرتاحه، تحرميش جوزك من العيشه اللي نفسه يعيشها، لانه هيدور عليها مع غيرك. دلعي جوزك، افرشي بيتك باحسن مفروشات، طلعي الحاجات اللي انت شايلاها، طلعي طقم صيني اللي انت شايلاه في المتحف اللي اسمه النيش، اسقي الشاي في الطقم الغالي اللي انت شايلاه للضيوف اللي ما بتجيش. حاسين ان هو بالدنيا وما فيها، ان انت معاك الدنيا بتحلو، ان انت سيد الرجاله، مفيش حد بعدك. اهتم بنفسك. انا عارفه انك ما بتجيبيش هدوم جديده، ولا بتروحي الكوافير، ولا بتجيبي ميك اب، ولا بتجيبي كريمات لزوم الترطيب، وماشيه مقشفه. ده حل اغلبنا والله العظيم، مش لوحدك، علشان توفري لجوزك. بس تقولي لا ده ظروف مش عارف ايه، وهندبر من هنا وهنا. في الاخر اقولك محدش قالك كده، وهتعملي ده على حساب نفسك. ما تكونيش عدوة نفسك. هي في الاخر اقولك محدش قالك تعالي على نفسك بالشكل ده، لانه في الاخر هيبصوا بره للستات المدهونه ابيض وازرق، وانتي لابسه له لبس في البيت، قاعده صاحبك كانك مرات البواب، لابسه العبايه ورابطه الطرحه وماشيه بالجلبيه في البيت، شغاله رايحه شغاله جايه. اهتمي بنفسك واهتمي بنفسك، لان محدش هيشيل عنك. الله يسترها علينا وعليكي، مش هيبقى نكد وتجاعيد. اتمنى لكم حياه سعيده، ويا ريت تكوني دايما فرفوشه. الحياه مش مستاهله نكد، مش مستاهله زعل، مش محتاجه تعقيد. لما تكوني مبسوطه وسعيده بيتك هيكون هادي، وربنا يهدي سرك انتي وهي ويهدي سركم جميعا انتوا وازواجكم. ونقول كمان ما تخربيش بيتك، تمسكي فيه بايديكي واسنانك كمان، هو سندك وهو مسندك، هو الحياه. ما تيأسيش وما تسمعيش لحد بيخرب بيتك. سايبانا فين ورايحه انتي. ما تقوليش الكلام ده كلام انشا، محدش هيعرف ينفذه. خدي لو معلومه واحده وحاولي تصلحيها او تطبقيها على نفسك. خلي بالك من نفسك. شعرك بايظ، اهتمي تصلحيه، هاتيله لو كريم واحد بس يكون هيصلح حاجه فيه. تمام. بشرتك، جسمك، محتاجه تلعبي رياضه العبي، محتاجه تروحي الجيم، محتاجه تجيبي حاجه جديده. زي ما بتدبري تجيبي مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه من حاجات البيت، معلش دبري وتعالي على نفسك عشان نفسك. عشان انت لو وقعتي كل المؤسسه اللي انت بتعمري فيها دي هتبقى في خبر كان. والله ما حد هيدور وراكي ولا يصلح لك. يلا اهي راحت، هي غيرها. عيالك هتتبهدل، وكل هيلوم عليك انت في الاخر برضو. محدش يقول مسكينه والله كانت متمرمطه ومحوشه له ومدبره له وبيته عمران. لا، هيقول لي كانت معفنه. ليه حق يبصوا بره؟ دي كانت القشف على رجلها قد كده، ده انا كنت ببص في حواجبها بحس ان هما مساحات عربيه. والله والتنمر والتريقه هيشتغلوا عليكي للصبح. فما تبقيش عدوة نفسك. حبي نفسك زي ما هي. انتي قمرايه، انتي قطعه بونبوني. محدش هيلاقي حاجه حلوه ويرميها. ده هيشيلها في احلى حاجه، في احلى حته، هيبروزها. لكن لما تكون حاجه كده مش احسن حاجه، كان على جنب يمكن نحتاجها. صح فكرتوني، حطيتوا لايك؟ طب واشتركتي؟ طب عملتي التعليق؟ لا، ولا صليتي على النبي؟ طب اجري بسرعه بقى، زعلتيني والله العظيم. اجري بسرعه بقى، حطي لايك واكتبي في التعليق عليه افضل الصلاه والسلام كده كل نفس مطمئنه، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. يلا نكمل الفيديو. اياكي ثم اياكي تسمعي لاي حد ولا تهتمي بكلام حد. انتي خسيتي، ايه ده انتي سخنتي قوي، ايه ده انتي اسمريتي، انتي قصرتي، انتي طولتي. الكلام ده كله هيجيبك ورا. سيبك من كل ده، اشتغلي على ازاي تقوي شخصيتك وتزودي ثقتك بنفسك. من الحاجات اللي هقولك عليها دي كانت نتيجه سيرش في فتره من الفترات، ان انا ازاي ابقى واثقه في نفسي، ما اهتمش بكلام الناس. شدي ظهرك وانتي ماشيه وارفعي دماغك، ما تبصيش في الارض وتفضلي حاطه دماغك كده ما بين كتافك وفي حاله انحناء كده كانك عندك 90 سنه. لا، خليكي قويه حتى في مشيتك، وخطوه اللي بتخطيها انت واثقه منها. بس طبعا ايه، ما ترفعيش وشك قوي عشان ما تكفيش على وشك، يعني خلينا في الاعتدال. النظره القويه في العيون اللغه يجب فهمها. دي كانت المقوله بالظبط كده. يعني خليكي دايما لما تبصي لحد ما تبصيش باللي هو
ده هيقول لي، ده هيعمل لي، يا هيحرجني دلوقتي، هيقولوا لي مش عارف ايه. لا، خليك قويه. اللي يقول الكلمه بالاحترام بالذوق وبالمنطق تخرصيه. اعتمدي على نفسك بكل كبيره وصغيره، بكل تفاصيلك. انزلي هاتي طلباتك، ودي ولادك، ادفعي اشتراكاتك، بس ما تاخديش دور جوزك. اعملي دورك على اكمل وجه. خلي صوتك جهور اثناء الكلام، يعني ما تخليش صوتك ضعيف ومكسور، وما تخليش صوتك شويه وهيقولوا لك لما اخذ صوتك عامل زي صوت انكر الاصوات، ولا صوت الرجاله. يعني ما تبقيش كده وما تبقيش كده. خلي الامور اوسطها. شوفي التفاصيل الحلوه في البنات، ما تقلديش حد، بس خدي من كل واحده اللي يناسبك، اللي ينفعك، اللي يمشي عليكي. ما تقبليش الاهانه من حد ولا اي حاجه. اللي يهينك بصي، حتى الابتسامه في وشه ما تبتسميهاش، لان الكلمه لما تقبلي بيها اول مره خلاص بقى، ما انت قبلتي اول مره، ايه اللي مش هيخليك تقبلي تاني مره؟ فهيدوسوا فيها وهيسوقوا فيها. والله انا الكلمتين اتبدلوا، ومحدش هيعملك اعتبار. ما تستنيش حد يجيبلك حقك، علشان محدش هيجيب حق حد. ماشي؟ وما تهتميش بانتقادات الناس، ما تهتميش بانتقاداتهم ليكي في مظهرك. ايه ده الحبوب اللي في وشك دي؟ مش عارفه تقصف كده ليه؟ ضوافرك شكلها مش حلو، ايدك مغمقه ليه؟ بكل لطافه. عندك رد لطيف تكبتيها بيه، ردي. ما عندكش تجاهليها. النقاش مع الحمير هيخليكي واحده زيهم. تمام؟ رتبي نفسك في الكلام، ما تبقيش كده مثل هو في لخبطه وفي يعني لا لا كده هو. لا، خليكي تتكلمي بمنطق وبهدوء وكأنك ملكة على عرشها. انا قبل ما انصحك انا بنصح نفسي الاول. ما تمشيش ورا حد، انتي رئيسة نفسك. المركب اللي فيها رئيسين بتغرق. هي عايزاكي تمشي في طريق وانتي شايفه نفسك في طريق تاني. لا، خليكي واثقه في افعالك، في قدراتك. طوري من نفسك، حبيها، حبي نفسك زي ما هي، وشجعي نفسك انك تتطوري. وما تكونيش دايما متشائمه ومكتئبه كده ودايما عندك ضعف في ثقتك بالله ان انت مش هيكرمك. مش لا، وما تقلليش من نفسك، وما تقلليش من حد، وما تشمتيش في حد، لان من عاب ابتلي، والدنيا دواره، وهتجيلك اللي انت عيبتي عليه او اللي انت شميتي ليه يقولك طب بصي دوق انت الكاسه وشوفي رد فعلك هيكون ايه. تمام؟ خلي شخصيتك قويه، ما تقلديش حد انت معجبه بيه. خدي من كل واحده زي ما تقولك ايه ده، خدي من كل بستان زهره. لما تيجي تفصلي الفستان بتاعك تفصلك انت بس، مش على حد تاني. يعني انا عجباني فلانه، بس فلانه دي افعالها ما ينفعش ان انا اعملها، ما ينفعش اتكلم بطريقتها، شغلها وفلوسها وطريقتها وكلامها وحب جوزها ليها وحبها لنفسها، حبها لنفسها اللي خلى كل اللي حواليها يحبوها. واهتم بنفسك وبلبسك. البسي الجزمه اللي تريحك او الكوتش اللي يريحك، مش لازم الناس يكون عاجبها او يكون الترند الفتره دي. تحملي مسؤوليه افعالك، ما تهربيش منها. غلطتي ولا انا غلطت. والشجاع اللي يقدر يتحمل نتيجه غلطه. نمي قدراتك بالقراءه، واشتغلي على نفسك. طوري كل يوم من نفسك، انك تبقي دايما شخص مطلع على كل جديد، وكل حاجه بتحصل اول باول هتخليكي حاسه بقوه وبهيبه كنتي مفتقداها، كنتي مش حاسه الموضوع ده قبل كده. ركزي على اكتر من حاجه، اللي يعني لما تكون كده ايه، خليكي مبدعه وطوري من نفسك. استمري وضيعي وقت في حاجات مفيده، القراءه، تعلم شيء جديد، لغه جديده، طبخه جديده. والله العظيم ولا تقعديش مع واحده تنمي على خلق الله. شفتي يا اختي جوزها جاب لها ايه؟ قال ايه بيحبها؟ دي تلاقيها سحراله. ما هو ابن امه. لما واحده تتكلم على جوزها وتفضل تبقى ماسكه هو افتي. لا، نضيع وقتنا في حاجه نستفيد منها. صلي لك ركعتين، سبحي لك شويه، تاملي شويه، اسرحي كده في ملكوت ربنا، واسرحي ركزي في حاجه وقولي سبحان الله، سبحان من خلق فابدع. يعني تعلمي حاجه جديده، احفظي حاجه جديده من اسماء الله الحسنى، احاديث نبويه، حاجات كتير هتلاقي نفسك تشغلي نفسك بيها.
ولما تهتمي بنفسك ما تهمليش الاخرين. خلي كل حاجة تاخد حقها، وقت ولادك ووقت جوزك وقت لنفسك. وما تنسيش انك تهتمي انك تحبي نفسك وتقبليها زي ما هي، وما تهتميش بكلام الناس عنك، لانه دايما حسوكي بالنقص، وان انتي ما عندكيش صفات مميزة، وما تمتلكيش حاجة تميزك، انك دايما ناقصة عن اللي حواليكي. رأيك خليه ثابت على مبدأ ان ربنا خلقك في احسن صورة تناسبك. وكلامهم ده هتبقى نقطة رجوع ونقطة فشل، والاهتمام بكلام الناس ده هيخليك تكرهي نفسك وتمرضي نفسيا وجسديا، يأثر على صحتك، وعارفة هيعيشك في اكتئاب بقية حياتك. الخطوات الأساسية عشان تنجحي تبني ثقة ناجحة هي انك تقبلي ذاتك زي ما هي. شفتي يا عمك جورج وسوف لما قال كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر؟ فعلا كلامهم لا يقدم ولا يأخر، بس بيهد نفس، بيهد بني آدم. ودايما خليكي قريبة من ربنا، استعيني بيه، والجئي ما تلجئيش لقلبك امك، الجئي لربنا. ما تسمعينيش وتمشي من غير ما تحطي لايك ولا تعليق ولا اشتراك ولا حتى ترن الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. التفاعل بيفرق معايا. زي ما انت لما تعملي طبخه حلوه وبتبقي مستنيه راي جوزك واولادك، هتبقي لابسه عبايه جديده وتبقي مستنيه رايهم، ما تقفيش عند حد معين. وخليكي متاكده ان الموده والرحمه والتغافل هم اساس الابداع في الحب. والاهل والولاد والاحبه هيتعلموا الاسرار دي من السنه النبويه. خلي دايما ذكر الله في حياتك. كفايه تاجيل، قومي مكانك، اتحركي، العمر بيجري. ما تسيبيش نفسك لحد ما تجاعيد تملى وشك، ظهرك يتحني، مفاصلك توجعك من كتر ما انت عماله تكبتي في نفسك حزن واكتئاب وزعل وعصبيه ونرفزه. صوتك دلوقتي بقى شبه جعبوره ولا اسمه ايه. لا، خليكي ست رقيقه حنينه، حبي نفسك. انا حابه نفسي زي ما انا بحبني والله. واعترفي انك تعبانه وانك موجوعه وانك محتاجه ترتاحي. عيطي وعيطي في حضن الشخص اللي يطبطب عليكي، وخلي بالك طويل واهدي، لانك حبيبتي هتستاهلي بجد انك تتحبي وانك تتحطي على الراس، لان انتي مش قليله، انتي نعمه من ربنا، انتي نص المجتمع. حاولي تظبطي اكل ونوم وترتبي افكارك وتكتبي في ورقه كل الحاجات اللي نفسك تعمليها، وان شاء الله ربنا هيوصلك للي انت عايزاه. وما تنسيش دعوه حلوه، ربنا يهدي سرك ليكي ولاخواتك ان شاء الله. وكده الفيديو يكون خلص. سلام.